يا مساء الخير، رايح وين؟ أول شيء شكرا على اللي تواجدوا في البث، ما قصرتوا جميعا. الشيء الثاني رايح أشتري كم غرض، إني عندي طبختين اليوم. طبختين نعم، تشوفون اليوم مش مطبخ، حلا وسلطة. من البداية بقول لكم وش جاب السلطة للحلا ما أدري، لكن أنا مرتب لي طبخات قاعد بسويها، فقاعد أمشي على الجدول بالترتيب. سلطة لها مكونات غريبة وبنفس الوقت يعني كثيرة شوي، فبجرب واعطيكم الرأي بكل مصداقية. يعني انا اطبخ شيء وقيمه، مو بس اني اطبخته والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا، وش بيكون؟ بانكيك ياباني. طبعا ينفع فطور، في ناس تفطر، انا قد فطرناه في اليابان، لكن انا بحاول اضبطه. هو شوي يعني له في طبخات مكوناتها قليلة، لكن يبي لك كذا كم ترك، فنشوف نزبطها ولا ما نزبطها. جايب كذا تقديم وشغل. صدق حتى ما بدلت، متحمس اطبخها اصلحها. بسم الله. تبي؟ طبعا نكبر لقمة ليه؟ عشان اخذ كل المكونات اللي اضفناها. الصوص رهيب، بالعافية. اهلا وسهلا. اللي يقول وين البانكيك، سحبت علينا، نمت ومدري ايش، لا توني مخلص منه، توني ماكله بالعافية علي. لكن قلت ارتب سنابات يا اخي، اصور ذي ثم انا قاعد احرك، ثم قلت اخلص ثم كلها مع بعض. في طبخة بطبخها ان شاء الله، بعضها بتلقونها في التيك توك وبعضها تلقونها هنا. اذا ضغطتوا على صورتي هنا وهنا يطلع لكم الطبخات، بعضها هنا وبعضها هنا، نص نص، وممكن نكرر ما في مشكلة. لكن البانكيك صراحة حلو، ممتاز طعم وكل شيء، لكن السمك اتوقع من الصبة نفسها. يعني انا ما صبيت كويس، يعني المفروض اني الوحدة مكبرها زيادة عشان تطلع سميكة شوي، فيعني يبي له ممارسة. لكن صراحة التجربة الأولى حلوة.